السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد، وقبل ما ندخل الفيديو نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبنا الغاليين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة طبعا معانا، حبيت أشارك معاكم جهاز عروسة أو فرش عروسة أو عفش عروسة. عايزة أعرف رأيكم في الكومنتات. وقبل ما ندخل الفيديو كمان ندعي دعوة حلوة للعروسة، ربنا يتم عليها بخير يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. ويرزقها بالذرية الصالحة إن شاء الله. حبايبي بقى، عايزة أعرف رأيكم في الفيديو. رأيكم يهمني طبعا. حاولت أصور لكم كده من فوق من شقة العروسة من البلكونة، وبعد كده نزلت الشارع صورت من الشارع. طبعا معروف عندنا في مصر إن العروسة بتجيب كل الحاجة الناعمة، سواء مفروشات، سواء أجهزة كهربائية، سواء بقى كوبايات، صيني، ألمنيوم، تيفال، سيراميك، جرانيت. كل الحاجات دي العروسة بتجيبها يعني. ممكن أكون أنا قلتها في عجالة كده، لكنها بتبقى حاجات كتير. طبعا عندنا بقى بيزفوا للعزال أو جهاز العروسة بالميكروفون وكده، يعني زفة بقى زفة. وكمان بيبقى الميكروفون في الأول، ولكن هنا العربيات جت دخلت في بعضها كده، كله دخل مع بعضه. طبعا دي الأجهزة الكهربائية بتنزل دلوقتي، هي الغسالة والتلاجة والفريزر بينزلوا دلوقتي زي ما انتوا شايفين. مش عارفة ده تقريبا بوتاجاز. وبعدين بيجيب بقى، دي بقت النعنع لحد المقشات يا جماعة بتيجي انتوا. المقشات بتيجي طبعا، بيكون في مكنسة كهربائية، ولكن لازم المقشات تيجي. نزلت بقى قلت اصور لكم من الشارع كده، بقيت عن قرب كده عشان نشوف. شايفين بسم الله ما شاء الله، لما يكون في جهاز، لما يكون في فرح، لما يكون في حاجة، تلاقي كل المصريين كده حول بعض. والله العظيم أطيب شعب، احنا أطيب شعب، قلبنا طيب قوي. فهنا بقى نزلت، يعني شايفين دي العربية بتاعت اللي هي الدي جي والميكروفون، اللي هو بقى يحيي في الناس بقى، وابو العروسة وابو العريس وخالة العروسة وخال العريس الكلام ده يعني. دي ميكروفون ودي جي. طبعًا العربية اللي واقفة دي سجّاد، ودي العربية اللي إحنا كنا واقفين فيها. وكنت عايزة أشوف الزفة. إحنا كنا ماشيين آخر عربية، متخيلين؟ أنا كنت هاموت وأشوف زفة العزال، والحمد لله ما شُفتهاش يعني. في الآخر كده السواق ربنا ألهمه، أنا قُلت له: "أنا عايزة أشوف الزفة عشان أصورها وكده." فقال لي: "والله هاخلّيكِ الأول." والله يا جماعة خلّاني آخر عربية. وفي الآخر خالص ربنا ألهمه إن هو دخل من شارع تاني، قال لِك: "أنا مش وعدتِك تبقى أول عربية، لازم ندخل شارع العريس أول عربية." وأنا استفدت إيه؟ أنا لا صوّرت موتوسيكلات ولا صوّرت الزفة ولا الشباب ولا أي حاجة. فجينا أول عربية حقيقي يعني قدّام البيت، ووقفنا العربية واقفة بقى لها شوية، بس هو ما حضرناش الزفة، يعني أنا ما صوّرتش أي حاجة في الزفة. شوف العربية واقفة بقى لها ساعة يعني، والزفة لسه جاية ولسه العربيات جاية. هنا رغم إن العروسة ما عندهاش أخوات صبيان وكده، إلا إن كله واقف حواليها، لإن هُم بنات. الكل واقف حواليها، وتحسي إن هي ما شاء الله البلد كلها حواليها وجنبها يعني. وشايفين ما شاء الله. كمان عايزة أقول لكم حاجة، إن إحنا عندنا في مصر مش بنمشي على قدّنا، يعني إيه، يعني الغني زي الفقير واحد، يعني مش كل واحد بيجيب أساسيات البيت، مش كله بيمشي على قدّه لأ. إحنا عايزين نطلّع أحسن ما عندنا، أو نطلّع اللي هو إيه، مش أحسن بقى، إن أنت لو مثلًا هتدّين في 100 أو 200,000 أو 300,000، بس المهم إن أنت تكون جايب حاجتك زايدة وفايضة وبزيادة. ما فيش حاجة اسمها بيمشوا على قدّهم، كلّه بيراعي بعضه، الغني بيراعي الفقير. أقول لكم حاجة، يمكن اللي هو مش معاه فلوس، اللي هو الفقير ده ممكن يجيب أكتر من الغني بمراحل، يعني بيجيبوا كتير جدًا. يعني رغم الغلاء ورغم الظروف اللي إحنا فيها، الناس مش بتراعي إن هي تمشي على قد حالها. ويطلعوا يا عيني بقى مديونين من الفرح، وحتى النقود اللي بيلموه بيسددوا سواء الأجهزة الكهربائية اللي جايبينها بالقسط أو كده، يعني النقود مش بيبقى مغطي كمان التكاليف. وأنتم عارفين إن أيام الفرح دي بيبقى فيه يعني هرس، وبيبقى فيه مصاريف كتير. آآ سواء مصاريف للعروسة، العروسة بتفضل تصرف مصاريف وهي في بيت أبوها لحد آخر يوم بتطلع فيه، يعني آخر يوم إيه، لحد آخر ثانية، آخر دقيقة، آخر ثانية فعلًا بتطلع من بيت أبوها.
عندنا بنجيبوا حاجة تلاجة، لازم العروسة بتبقى داخلة بيت فاضي، لازم يروح لها رز، يروح لها كل حاجة، ده غير الصباحية، غير التكييف. حتى لو يعني في ناس تقول لك احنا هنجيب التكييف وما نجيبش صباحية، لا، عادة التكييف بيجي وعادة الصباحية بتيجي وعادة كل حاجة بتيجي. وفي يعني أهل العروسة بيبقوا معرضين لضغوط. طبعا العريس برضو بيبقى في ضغوط كبيرة على العريس. يعني مثلا ايه، العريس بيشطب شقته، تشطيب الشقة النهاردة بياخد فلوس كتير، سواء بقى لو كان هيبنيها من الأول، ما بالكم بقى بالتشطيب النهائي. كمان العريس النهاردة بيجيب الخشب، والخشب مش رخيص. لكن الدوخة بتبقى في العروسة، في النعم بتاع العروسة أو جهاز العروسة، الحاجات الناعمة دي بتبقى بتتوه. يعني كفاية الأدراج بتاع المطبخ والنعمة اللي فيها، يعني بصراحة بنتوه فيها. مش هتكلم عن أطقم المطبخ وأطقم النيش وأطقم السراير والمفارش والبطاطين يعني حتى الحاجة الكهربائية أو الأجهزة الكهربائية بتاع العروسة دي معروفة. 1+1=2 يعني، فريزر، تلاجة، شاشتين زي ما بيجيبوا عندنا. عايزة أعرف رأيكم في الفيديو، رأيكم يهمني. طبعا احنا بنجيب غسالتين كمان في في الأجهزة الكهربائية، يعني غسالتين، تلاجة وفريزر وشاشتين ومكنسة وإيه كمان وإيه كمان والحاجات الكهربائية اللي هي الكهربائية، والحاجات الكهربائية دي المكوى الرفايع بتاع الكهرباء. ما الكهرباء لها حاجات صغيرة رفايع كده برضو بتيجي. وإيه كمان والله حاجات كتير يا جماعة، من كتر الحاجة أنا مش فاكرة حاجة الكهرباء. بس يعني قصدي حاجة الكهرباء مش بنتوه فيها، زي الحاجات الناعمة، زي الحاجات اللي في النيش والحاجات اللي في المطبخ. يعني احنا عندنا بيقعدوا يجهزوا العروسة من تالتة اعدادي ايه، ده الواحدة وهي بنتها في الابتدائي بتقعد تجهز فيها، يعني والله العظيم لغاية قبل ما تطلع من بيت ابوها بثانية يعني. واشوفكم فيديو جديد، هسيبكم هنا بقى مع حنة للعريس كده، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب في القناة فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان الرسالة ايه؟ المال الحلال، المال الحلال.